هو انا معاك ومعاك جدا جدا ان العين فلقت الحجر، ومعاك ان الحسد موجود، والحسد مذكور في القرآن، ما اختلفناش في كل حاجة وما اختلفناش في الموضوع ده. بس اللي انا عايز اقوله لك، ما تبرهنش حياتك وتأقلم حياتك ان الناس كلها عينها عليك. ما تبرهنش حياتك ان كل ما يحصل معاك مشكلة تقول فلان حاسدني، فلان حاطط عينه عليا. ما تبرهنش حياتك ان الناس كلها بصالك. لو انت عملت كده ولا هتروح ولا هتيجي، مش هتتحرك اصلا خطوه من مكانك. فمش كل ما تحصل حاجه في حياتك تحط عقده في حياتك انك محسود، البس خرزه زرقاء، مش عارف اعمل ايه. يا سيدي والله مش كده، خليك بسيط، تبقى الامور معاك لينه وسهله. ما تحطش الحسد في حياتك رقم واحد. لو حطيته في حياتك ولا هتروح ولا هتيجي. خد الامور ببساطه ولين علشان تعرف تعيش وتتعايش مع الناس. ما تحطش الحسد رقم واحد في حياتك. اللي بيخاف من العفريت بيطلع له.